اهلا بيكم في قناه ماجيك سكول. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. طبعا انا بعتذر جدا عن الغياب لفتره طويله، ولكن ده كان غصب عني طبعا يا شباب. ولكن زي ما انتم شايفين انا رجعت، وان شاء الله نرجع بقوه اكتر من الاول. انا كل اللي انا طالبه منكم عايز اشوف تفاعل على الفيديوهات واللايكات والكومنتات، ويا ريت يا شباب تدعموني عشان ارجع انزل لكم تاني. وان شاء الله باذن الله لو لقيت تفاعل قوي المره دي انا هبدا انزل فيديو كل يوم. يعني تخيل كل يوم هشرح لك خدعه جديده تقدر ان انت تتعلمها وتنفذها بكل سهوله من غير كلام كتير. تعالوا نشوف الخدعة بتاعت النهاردة وبعد كده نروح للشرح على طول مع بعض. طيب يا شباب، الخدعة بتاعت النهاردة بكل بساطة انك هتجيب شخص وتخليه يختار اي كارت من الكوتشينة بشكل عشوائي. فرضا الشخص اختار الكارت ده، خلي الكارت ده معانا وخلينا نشوفه دلوقتي على الكاميرا مع بعض. طيب الكارت دوت هو كان الواحد القلب الاسود زي ما انتم شايفين كده يا شباب، تمام. طيب انا هاخد الواحد القلب الاسود ده وهدخله كده في نص الكوتشينة زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. طيب وهفرد الكوتشينة كده وهسألكوا هل اي حد يقدر يقول لي فين الكارت الواحد القلب الاسود دلوقتي؟ طبعا الاجابة هتكون لا، صعب جدا من غير ما ابص في الكروت. ولكن بلمسة سحرية وبكل بساطة ومن غير ما افنط ومن غير ما اعمل اي حاجة في الكوتشينة، تمام، انا هوضح لكم ان انا اقدر اعمل كده بكل سهولة يا شباب، والموضوع سهل جدا جدا جدا. طيب انا هعمل كده ازاي؟ انا كل اللي انا هعمله ان انا بحركة سحرية بسيطة جدا هبدأ ان انا اعمل كده، فالكارت اللي انتوا اخترتوه هيطلع فوق. ايه ده؟ لا مش الكارت اللي احنا اخترناه. طيب تمام، مفيش مشكلة يا شباب. انا ساعات لما بغلط بحب ان انا اصلح الغلط ده على طول في لحظتها قدام الكاميرا. فكل اللي انا هعمله بكل بساطة ان انا هاخد التلاتة الشجر دي اللي هي مش الكارت اللي احنا اخترناه اصلا، تمام، وهبدأ ان انا اقلبها كده وهتنيها بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده يا شباب على الكاميرا قدامكم. هتنيها بالطريقة دي التلاتة الشجر، وهسيبها كده متنية قدامكم طول الوقت عشان ما بقاش انا بعمل فيها اي حاجة ولا باجي ناحيتها، تمام. وعايز ان انا الكوتشينة اللي معايا دي انا هقلبها كده زي ما انتم شايفين بالطريقة دي، تمام يا شباب. ومجرد ما احركها كده فوق الكارت اللي هو التلاتة الشجر ده وخليه كده في النص، هفرد بس الكوتشينة كده قدامكم على الترابيزة. طبعا لو حد مركز معايا هيلاحظ ان في كارت واحد بس ما بين كل الكروت مقلوب عكس الكروت الباقية كلها زي ما انتوا شايفين كده يا شباب. طيب المفاجأة هتكون انه الكارت اللي انا تنيته قدامكم دوت هيتحول وهيبقى التلاتة الشجر. طيب الكارت بقى اللي انا تاني دوت ايه؟ لو فتحناه كده مع بعض هنتفاجئ ان هو الكارت الواحد القلب الاسود اللي احنا اخترناها في بداية الخدعة. طبعا خدعة سهلة جدا من غير كلام كتير، خلونا نشوف الشرح بتاع الخدعة مع بعض. طيب يا شباب، شرح الخدعة دي سهل جدا. بكل بساطة يا شباب انت هتخلي الشخص اللي انت بتعمل معاه الخدعة يختار اي كارت. فرضا انا اختار الكارت ده في حالة الخدعة اللي احنا عملناها، واختار الواحد القلب الاسود. انت هتبقى مفنط الكوتشينة عادي، ومش شرط يبقى التلاتة دي اللي فوق، ممكن اي كارت عادي، تمام. وبكل بساطة هتحط بريك تحت اول كارت بالطريقة دي. لما تاخد منه الكارت هتبدأ ان انت تزق كده في النص عشان تعمل خداع بصري ان انت بتحط الكارت في نص الكوتشينة، مع على الرغم ان انت بتحطه اصلا تحت الكارت اللي انت واخد تحته بريك دوت تاني كارت على طول، تمام. وبتدخل الكوتشينة كده، بعد كده بتحكي له او بتتكلم معاه وبتوضح له ان انت هتطلع الكارت بشكل مختلف عن اي خدعة تانية. وانت بتعمل كده هتبدل اول كارتين مع بعض بحيث يبقى كارته اول كارت فوق على الكوتشينة. بكل بساطة يا شباب حركة مش هتاخد منك ثانيتين على بعض، تمام. بعد ما تعمل كده هنعمل الدبل ليفت، وهي الحركة اللي احنا اتعلمناها كتير. هترفع اول كارتين وتحط صباعك تحتهم وتوريهم للشخص على انهم كارت واحد، وتقول له ده الكارت اللي انت اخترته. هيقول لك لا مش هو، في الحاله اللي زي دي هو كارته تحته ولكن هو مش عارف. هتقول له تمام مفيش مشكله، الظاهر ان انا اتلخبطت ولكن خلينا نصلح الغلط ده دلوقتي. هتبدا تقلب الكارتين مع بعض تاني وتاخد اول كارت من غير ما توريهوله اللي هو اصلا الكارت اللي هو اختاره، وتبدا تطبقه بالطريقه دي، وتخليه مثلا يمسكه او تخليه في ايده طول الوقت، ولكن ما تخلوهش يشوفه. يعني تأكد تماما ان هو ما يشوفش الكارت ده خالص لان ده كارته دلوقتي. بعد كده احنا معانا الكارت اللي فوق ده اللي هو التلاتة الشجر. احنا ممكن نعمل اي حركة بسيطة جدا، مثلا ان احنا
نقول له طيب ماشي، انا هاخد مثلا اول كارت فوق في الكوتشينه وههزه كده، هاخد التلاتة الشجر مثلا، ولو فتحنا الكارت دوت هنلاقيه الكارت اللي انت اخترته بالطريقه دي. او تعمل اي حركه تاني بحيث ان انت في الاخر خالص توري له ان الكارت اللي هو اختاره هو الواحد القلب الاسود اللي هو كان متطبق وفي ايده طول الوقت. طبعا خدعة قوية جدا يا شباب، خدعة سهلة جدا تقدر تتعلمها في نص ساعة مثلا وتنفذها على طول، وتأثيرها بيكون قوي جدا على اي شخص انت هتعمل الخدعة دي معاه. لو الفيديو عجبك يا ريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس. يا ريت تطلب مني خدع انت عايزني اشرحها في الفيديوهات اللي جاية. واهم حاجة يا شباب التفاعل، انا عايز التفاعل بتاعكم عشان ان شاء الله لو في تفاعل قوي انا هبدأ اشرح لكم كل يوم خدعة مختلفة وكل يوم خدعة جديدة. اهم حاجة التفاعل يا شباب. شكرا جدا على المشاهدة واشوفكم الفيديو الجاي.